اخوي الغالي، هذا هو المطبخ ان شاء الله. هذا المطبخ البارد، هذا المطبخ البارد اللي هو المطبخ العراقي. هذا مطبخ عراقي 3 خطوط، مي اساله ماطور ومي تانك ومي سخان. وهذا المطبخ التركي نظام الكاكات. تريد مطبخ تركي تربط، تريد عراقي. هذا الخلاط بالحائط، وهذا الخلاط يصير بالسنك بالمرمره. وبيه هنا مكان غساله عاديه. هاي 3 كاكات مال الغساله العاديه، تريدهن ما تريدهن هنا عندك غساله اوتوماتيك. هذا البوكس مالتها. وهنا هذا المطبخ البارد. هسه راح اشوفك المطبخ الحار. المطبخ الحار هذا هو المطبخ الحار، وهم 3 خطوط. وهنا عندنا حنفيتين، مي تانك ومي سخان، خاف تريد مبردة او تريد هيجي. وهذا تأسيس الانابيب من هنا. هسه راح اشوفك الحمام ان شاء الله. هذا الحمام هنا صار عندي الدوش، وهنا صارت عندي هاي شرقية، خلاط حار بارد هنا. وهنا بالزاوية صارت عندي الاعزاء. هنا ان شاء الله كملنا الحمام. هنا وصلنا الى مرحلة طبخ البواردة. الكاكات الدوش عدلاتنا بهذه الطريقة. طبعا هنا 3 كاكات دوش، مي ماطور وتانك وسخان. هنا جوا صار 3 حنفيات، وذوك فوق مال دوش. هنا هذا خلاط الشطافة دفن. هاي البواري هنا مغسلة. كان رزقي في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان. اللهم إني وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صدري. اللهم اجعلني. نسألك رزقا طيبا وخيرا واسعا وحلالا مباركا. الأعزاء، هنا اشتغلنا هذا الحمام ان شاء الله بوري شريف الامل مصري. طبعا هنا هو ترميم الحمام. هنا صارت عندنا الغربية، وهذا خلاط التسكي الحار بارد، وذيك الصوندة مال الحوض. 3 خطوط طبعا صار عندنا. هنا صار عندنا بهذا المكان الدوش، وهنا مذب يعني حنفية حار بارد، وهنا صوندة تليفون، وهنا كراس الدوش الستيل بهذه الطريقة وهذا الشكل. وصلنا هنا الى مرحلة صب المجاري بعد ما دفناها بالسبويس وحدلناها ورشيناها بمي. هذا الوزن ان شاء الله اللي راح نصب عليه. ما راح نصب وزن هواي. ليش؟ لان ورانا تطبيق. هاي العدالة اللي راح نمشي عليها ان شاء الله. والله ما ادري. السلام عليكم. هنا بدنا نفحصن بالتيس بام، وطيناهم ضغط 30 بار. هاي اخر مرحلة. المرحلة الاولى فحصنا الماطور اول مرحلة فحصنا ماطور المي. اخوان الاعزاء، هنا وصلنا الى مرحلة راح نبدي نفحص البيت بالبوستر. نترسل بوار مي، وبالتيس بام نضغطها بمي وزاهو. تعال عباس قدم. شوف هذا القش راح نضغطهن 50 بار، لان هذا البور التركي شركة اكوابا 50 بار. هذا البوستر هنا واحد شمجي واحد حصان راح اضغطهن بيئة ترسل. وهذا التيس بام راح اضغطه بمي وزاهو هواء. ارجع لي بهاي البام، هذا المي وزاهو هواء. لكن راح اشغله على الكهرباء. وهذا القيش العدال عندنا يقرا 50 بار. هذا هنا راح يضغط لنا مي وزاهو هواء. شكو كوي عوج الطق. وهذا راح ترسل لنا البواري. خاف اكو نزيل يبين عندنا ان شاء الله بهاي الطريقه وبهذا الشكل. ان شاء الله هنا ينال اعجابكم. وهذا هنا هم اكو عداد. تعال عباس شوفه. هذا راح يضغط 30 بار، وهذا راح يضغط 50 بار على هذا العداد هنا. مثل العداد هنا بعد. اخوان الاعزاء، هنا وصلنا الى مرحله رفع بور. ضغطنا البور بمي وزاهي وهواء. راح نجي نفتح السداد ونشوف. ضغطنا بالتيس مع هذا اللي هو الزاهي.
هنا بدنا نفحصن بالتي.